لم يقف مقتل أولادها الأربعة على أيدي عناصر داعش، وفقدانها لإحدى عينيها عائقا أمام تقديم الطعام إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء. أم علي امرأة عراقية أصبحت محطة لالتقاء الجنود ودافعا قويا لتعزيز زخم معنوياتهم. والله العظيم ضيمي ما له أولاد حتى هاي عيني ما أشوف بيها، يشهد الله علي والله هاي بس هاي أشوف بيها. آخ يا يا من على الله، الله كريم، دنيا قاضية وريد ان كل يوم اجي ويده، نريد الله يخلي الجيش يحفظ الحكومة. عندها 4 شهداء، عاد قالت انا ما اروح ابقى هنا، جاهد اسير للقوى الامنية وللحشد الشعبي خبز. لم تكن أم علي هي المرأة الوحيدة التي تصنع أكلتها الشهيرة المعروفة بالسياح والتي اعتاد عليها الجنود هنا، بل جاءت معها مجموعة من أقاربها يساعدونها في إنجاز الوجبات الغذائية للمقاتلين. نطاح الصاروخ يا ولد مشاو التربية وين والله حالي من حالي، اريد من الله يستر اماتنا، يستر وليداتنا، ويستر امة محمد، ويستر هاي الدنيا اللي بتضايق حالها الشباب. هاي احنا واحد الامهات هم حالنا من حال الشباب. عددين علينا هم كلهم ولدنا، ان شاء الله ينصرهم الله، لا غالب يغلبهم بجهالة بحتين. بالرغم من الجرح العميق الذي أصاب أم علي جراء فقدانها أولادها الأربعة والحزن المستمر الذي يلازمها، إلا أن الأمر الوحيد الذي يفرحها هو عودة الجنود إليها، وهم يروون لها قصص الانتصارات التي حققوها ضد داعش. مصطفى لطيف، السومرية. في الجبهة تجدها في المقدمة تقاتل وتلوح بوجه الأعداء، وفي وقت الراحة تعد الطعام للمقاتلين المتعبين من صولات المعارك المحتدمة. أم جاسم وأبناؤها الثلاثة مكثوا 40 يوما في المناطق الساخنة لمساعدة المتطوعين والقوات الأمنية في حربهم ضد تنظيم داعش، وها هي اليوم تعود إلى ذي قار لتكرم نتيجة الجهود التي بذلتها في سوح المعارك. طلعت الحمد لله وي ولدي وشجع ولدي واطبخ لهم واطلع وياهم على الابراج، واطلع اشيل الدرع اللي بسنه، واطلع البس سلاحي واطلع، لا يقول لكم واحد عراقي تراجع وعراقي يطي تربتي. قاتلنا وطلعنا بالمقدمة وحررنا تقريبا مكانين، الحجية ويانا مكانين قدام الجيش والجيش وراها والحشد الشعبي كله وراها، وخذوا مكانين من داعش. فيما اعتبرت محافظة ذي قار إن تكريم أم جاسم جاء نتيجة للجهد الذي قدمته مع أبنائها في مساعدة أفراد الجيش على مقاتلة تنظيم داعش. الحاجة أم جاسم بادرت منذ البدء ورافقت المجاهدين إلى سوح القتال. نفخر نحن أبناء محافظة ذي قار بالحاجة أم جاسم وعملها وجهاتها في هذا الإطار. أم جاسم تعتزم العودة لمقاتلة داعش وزج أبنائها في سوح القتال مرة أخرى، لتعطي مثالا واضحا لشجاعة المرأة العراقية التي قد تضحي بأبنائها وتدفع بهم لخوض المعارك دفاعا على قدسية الأراضي وإيقاف توغل المسلحين في مناطق البلاد. رئيس الوزراء هو مسؤول، رئيس الوزراء لازم يراجع كل هذا ما موجود بالعراق بالبلد. انت تعرف هاي المناطق اللي مقسميها بيناتهم مناطق للكتل الإسلامية الكبيرة. أخذ الجادرية ايش قد المجلس الأعلى عنده؟ ترى شيء لا يصدق. أخذ المناطق الأخرى هاي ايش قد عنده؟ شنو اللي عنده؟ بيوت ومحلات كلها ملك له. ليش انت شايف بالمقر مال المجلس الأعلى عامر بكل شيء. ممكن هسه قبل لا نعبر على حزب الدعوة، هسه ممكن هذا يجوز املاكهم هاي هنا؟ مو املاك، لا. منين جابوها؟ الدولة كلها من الدولة. كلها طبعا. هاي ما بيها نقاش عزيزي. انت ما تقول لي المجلس الاعلى منين عنده كان املاك؟ جلس بالنجر شنو؟ هم راح تقول لي هاي حاجاتهم ما كنت شيء. بالبصرة بالمحافظات كلها هاي فضائح، هذه لازم تكشف للناس شلون يتصرفون هالتصرف هذا. هاي مشكلة.
فلذلك انت هاي جزء من الاسرار نحكي لك اياها. زين. كمل انت كمل. هسه احنا هذا بالنسبه لكتله، يعني هذا بالنسبه لحزب واحد. كل الاحزاب اقول لك، ما اقول لك كل احزاب الحاكمه عندها مصالح بالخضراء، عندها بيوت وعندها فلل كلهم. وبعدين رواتب، ليش ما تجي على الرواتب؟ انت تعرف شو ياخذون رواتب؟ اكو ناس ياخذون 30 مليون، مخصصات ياخذون فوق 10 ملايين، سيارات، تعرف ذولا ايش قد عندهم سيارات؟ نزلت هاي السيارات المصفحه. شوف فجأة ولا شوف مجلس النواب مليان سيارات مصفحه، منين هاي؟ تقول لي راح يشترون هم؟ لا، هذه لازم. منين تجي هاي السيارات دكتور؟ اللي عفوا اللي ياخذون 30 مليون منهم، يعني احنا سمعنا حتى اكو مسؤولين بالدوله رواتبهم حتى بال 85 مليون، يعني 85 مليون. اي سمعت هذا الكلام. انا ما عندي ارقام متاكد منها، بس هذا الرقم سمعته ايضا. بس مؤخرا نزلوهم، يعني خفضوا يعني قيل بأنه رئيس الجمهورية ياخذ 85، بس ما متأكد، ما أعرف. الآخرين ياخذون نسب مماثلة. زين.